وأقولها بكل صراحة، الذي يتابع أخبار القصير حتى مما لا ينشر على الإعلام أن هناك قتلى بأعداد تسر القلب من عناصر حزب الله الذين أتوا إلى القتال بأرجلهم. طبعا هؤلاء عناصر حزب الله ليسوا إرهابيين، ليسوا طائفيين، ولا يتدخلون في أي بلد من البلاد، سبحان الله. وأي جبهة فقط لأنها سنية، سواء اختلفنا مع مذهبها أو اتفقنا، هي إرهابية، وهؤلاء المسلمين إرهابيين والسنة إرهابيين. بس هذول اللي يقاتلون بكل بجاحة وبكل سفالة، هؤلاء ليسوا إرهابيين طبعا، وما في مشكلة. المجتمع لا يوجد تصريح واحد فقط لواشنطن تتحدث فيه لتقول أنه عناصر حزب الله وجودهم إرهابي في سوريا، لا يوجد أبدا. وطبعا من قبل الجامعة العربية والدول العربية اللي نايمة في العسل.